ده ايه ده؟ لا بجد ده ايه ده؟ انا نازله عليا هستيريا ضحك. هو ده معسكر تونس وقاعدين وريبيرو بيشوف اللاعبين؟ يا جماعه كاس العالم لا مش مقياس، الراجل لسه بيتعرف على اللاعبين فهنروح معسكر تونس. كنتوا بتعملوا ايه في تونس؟ بتسلموا على معلول ولا كنتوا بتلعبوا ولا كنتوا بتتمرنوا؟ ولا ريبيرو كان بيشوف اللاعبين؟ يعني بجد ريبيرو بجد، هل وانت بتشوف اللاعبين بتجربهم كده في المعسكر شفت ان قفشه جدير ان هو يكون في السكواد الاساسي للنادي الاهلي؟ لا انا بتكلم بجد يا جماعه، في نقط كده بس عايزين يعني ايه نركز عليها. هل قفشه في وسط الكوكبه دي من الموجودين في النادي الاهلي دلوقتي من اللاعبين يستحقوا يكون اساسي في سكواد النادي الاهلي؟ اهلا بيكم في حلقه جديده. والنادي الاهلي يتعادل مع بودر سبورت في اولى مباراته بالدوري المصري، وانطلاقه مخيبه للامال بالنسبه للجمهور الاهلاوي، هدفين مقابل هدفين. لا والنادي الاهلي في بعض اوقات المباراه كان متاخر هو في النتيجه كمان، وريبيرو ابتدى المباراه غلط، بعض التبديلات كانت بشكل غير منطقي بالمره، حاجات كتير هنسال عليها علامات استفهام النهارده، ولكن نقول بسم الله وندخل على الحلقه. اول ما شفت التشكيل قلت الله، منزل مصطفى شوبير ومقعد الشناوي، ايوه كده ايوه كده عايزين نشوف مصطفى شوبير. جيت بصيت على باقي التشكيله، انا عايزه اعرف يا جماعه هو ديانج ايه المشكله في ديانج؟ لا انا عايزه اعرف هو ماتش بورتو اللي عمله دي، انا عايزه اعرف ديانج هو ليه ديانج بيقعد دكه؟ يعني هل احمد رضا، هل كوكا، هل اللاعبين دول انت شايفهم اقدر من ديانج؟ على فكره احمد رضا لعيب كويس جدا وجايب هدف كويس ولاعيب مجتهد وكويس جدا، بس انا بتكلم عامه، هل ديانج يقعد دكه؟ انا دي حاجه مش متفهمها ابدا. النهارده انت كاريبيرو المفروض ان انت بقالك فتره بتجهز مع الفرقه، المفروض ان انت بقيت عارف طبيعه الدوري شويه، لانك اكيد تبتدي تشوف خبرات، تبتدي تشوف ماتشات، تبتدي ان انت خلاص بتقرا ده شغلك. هل انت شايف ان الدوري المصري في كل مبارياته لازم هتشتغل بالتكتيك بتاع ان انت بتبني اللعب من ورا وبتبتدي الكره والهجمه من ورا وبتبني اللعب وعايز بتبني اللعب من ورا من الدفاع وعايز بقى بساطه بتاعه وتطلع بالكره؟ هل انت شايف ان ده كده النادي الاهلي يقدر يلعب كده في كل المباريات؟ انا احب اقول لك ان معظم مباريات الدوري النادي الاهلي ما ينفعش يلعب بيها كده، لان انت في الدوري اللعيب معظم الانديه مش بتلعبك ند بند، معظم اصلا الفرق بتبقى راكنه الاتوبيس ورا ال 11 لعيب ورا، ما ينفعش ان انت تلعب قصادهم بالاسلوب ده. النهارده انت منزل بن رمضان واحمد رضا عمالين هم بيستلموا الكوره من تحت ومش عارفين نطلع بالكوره، والموضوع صعب بالنسبه لنا كالنادي الاهلي، وكمان مخلي تريزيجيه وزيزو مش عارفين يضموا لقلب الملعب، مطرفهم بزياده، مش عارفين ان هم يخترقوا من العمق، لا كل شغلهم من على الطرف قوي، مخلي قفشه مدي قفشه حريه بزياده، ما اعرفش ليه كنت مدي قفشه حريه في الملعب بزياده كده، لدرجه ان هو اوقات كتير كان بيبقى مضايق على مساحات ممكن يتحرك فيها شريف. ولو قفشه لعيب مثمر هياخد مثلا المساحات دي ويستفيد بيها اقول لك ماشي، لكن قفشه مبوظ اللعب، يعني هو قفشه مش بياخد مساحات معينه تمام هو مش عارف يتعامل فيها، مضايق معظم زملائه اللي حواليه وهو مش عارف يعمل حاجه. دي كانت نقطه غريبه جدا بالنسبه لي، انت عمال عايز تبني لعب من ورا ومش عارفين قفشه طبعا، هم عمالين يستلموا بن رمضان من تحت عمال يستلم من تحت ومفيش ربط ما بين الخطوط، قفشه قدام عمال سرحان تايه مش موجود في ارضيه الملعب، مش عارف توصل الكوره، مش عارف توصل الخطوط كلها ببعض. المفروض كل ده انت كمدير فني عامل معسكر في تونس، شوف بقالك قد ايه، المفروض بقى تكون فهمت ده كله ولعبت كاس عالم مع اللاعبين وبتاع، ايه ده كله لسه ما فهمتش اللعيبه؟ ده كان شيء غريب جدا بالنسبه لي. انت الشوط الثاني في النهايه لما ابتدى زيزو شويه هو بن شرقي يدخلوا للقلب شويه، ابتدى يبقى فيه منظر شويه للنادي الاهلي، ولكن كان متاخر جدا ان ده يحصل. زيزو النهارده شابوه 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 لزيزو، زيزو اللي عمل الاسيستين النهارده لاحمد رضا ولياسين مرعي، اسيستين في منتهى الجمال، وزي ما بقول الوحش برضه هقول الحلو، النهارده احنا لعبنا كور ثابته كان بشكل كويس، النهارده جايبين الجونين من كور ثابته، فده شيء كويس جدا، يعني ده ممكن يكون هو اللي شغال عليه ريبيرو، لكن في المعظم انت لازم تكون فاهم طبيعه لعب النادي الاهلي بالتحديد في الدوري هتبقى عامله ازاي. النهارده ما شاء الله زيزو عامل اسيستين، كان هيعمل الثالث ولكن العارضه للاسف وقفت قصاد النادي الاهلي قدام بن رمضان، ولكن النهارده زيزو عمل اداء مبهر بالنسبه لي عن هو اللي حصل امبارح، طبعا من حساله المجتمع تمام اللي حصل واللي اتعرض له زيزو، ممكن واحد غيره يبقى نازل تايه اصلا في اللقاء، لا لعيب احترافي نازل مركز في المباراه مركز في الملعب وبيأدي في الملعب، فما شاء الله النهارده على زيزو. ياسين مرعي النهارده حصل على المان اوف ذا ماتش وهو يستحقها عن جداره، النهارده احرز هدف رائع من ياسين مرعي بجانب ان هو قدم اداء كويس جدا، لكن بصراحه يا جماعه انا ما كنتش متوقعه كده ابدا ان احنا نبتدي ان احنا خسرانين نقطتين، لا ده انا قلت بيراميدز وقدام وادي دجله وتعادلوا وخسروا نقطتين، ايوه بقى الاهلي ياخد ثلاث نقط بقى ويجري هو قدام شويه، ايه ده؟ ما فهمتش النهارده خالص اللي حصل. النهارده انت حتى قفشه من الشوط من ما بين الشوطين انت طلعته من اول شوط، خلاص شوط وطلعته،
طب كان ليه من الاول؟ ازاي انت مش عارف ان هو هيقدم كده؟ وقفشه تطلع في اللقاءات وتقعد تتكلم وفرصه وبتاع. طب انت امام اهو متصاب، ما هي دي اكبر فرصه واكتر وقت انت ممكن تحاول تاخد فيه فرصه وتثبت نفسك ان امام مش موجود. لان انت في العادي انت يا انت هتبقى في الملعب يا امام، مش هتلعبوا انتوا الاثنين سوا، قليل ما هتلعبوا انتوا الاثنين سوا. فانت اهو كان عندك الفرصه، ولكن انت قفشه ما مسكتش فيها، وانت مش ماسك فيها للاسف. وانت هي القضيه اغلى هدف في تاريخ النادي الاهلي وخلاص. فين اللي بعد كده؟ قفشه مضايقني جدا، ومضايقني قوي ان ريبيرو لعبه، مضايقني قوي. انا متضايقه قوي من قفشه. انت ضايقتني النهارده اكتر ما اتضايقت من محمد هاني عامه. طبعا انا محمد هاني ده مش هتكلم عليه يعني، سكيب، عشان خلاص يعني مش هقعد، اصلي مش بغبغان، مش هطلع كل فيديو اقول نفس الكلام يعني. بس قفشه فيه ايه؟ انت معلش يا محمد هاني، اخر كوره اللي في الوقت ولا ضيع الكنترول اللي هو ما عرفش يعمله او طلع بره دي. انا في حاجات بتطلع كده من بعض اللاعبين في النادي الاهلي بالتحديد محمد هاني، اللي هو لا انت بقالك 19 سنين في الاهلي بتلعب في فريق اول، يعني دي كوره ما تطلعش منك، يعني ما تطلعش من لعيب بقاله 10 سنين بيلعب في الاهلي فريق اول ويمكن اكتر. هقول ايه بجد؟ وطبعا اكيد مش فارق لي يعني ان وسام مشي، ولا فارق لي. عندنا محمد شريف وجراديشار قد الدنيا، قد الدنيا، ماليين علينا حياتنا سعاده وهنا. جراديشار لو خد وقت، جراديشار هيبقى التوب توب. وجراديشار يا جماعه اول ما جه النادي الاهلي كان في فورمه حلوه جدا. اول ماتش نزله ساعه بيراميدز انا فاكره وجاب جون، وكان الماتش اللي بعده سجل جولين. جراديشار كويس جدا، محتاج بس وقت لانه هو قاعد فتره طويله دكه. ولكن طبعا انا مش متضايقه خالص ان وسام مش معانا، مش متضايقه نهائي. لكن انا بالنسبه لي المباراه 70% منها لخوسيه ريبيرو، السبب في التعادل النهارده. وانا ابصم بالعشره ان ريبيرو ما اتفرجش على ماتش واحد للاهلي في الدوري. ابصم بالعشره لو اتفرج على ماتش واحد للاهلي في الدوري كان هيعرف ان هو الاسلوب بتاع بناء اللعب من الخلف ده مع فرق الدوري المصري مع معظمها ما ينفعش. كان هيفهم ده كويس جدا. ولكن النهارده انت تحس هو واحد بيلعب هو ما يعرفش اصلا الدوري اللي هو هيلعب فيه، ومش فاهم الفرقه اللي معاه. ده سكواد اي مدير فني يتمناه. مش بقول ان انا مش بحكم عليه حكم مبدئي، انا بقول بس ايه البدايه كده ايه. ولكن اتمنى ان هو يقدم اداء كويس مع النادي الاهلي، مش متوقع ده ولكن اتمنى له ده. وحته الضربات الثابته زي ما قلت دي نقطه ايه ايجابيه برده موجوده، ولكن في العموم بشكل عام لا، ده باين ان حد كانه ما يعرفش الفرقه، ما يعرفش اللاعبين، ما يعرفش الدوري اللي هو هيلعب فيه. نتمنى ان شاء الله من خوسيه ريبيرو في الفتره القادمه ان هو يعدل الاوضاع، ان هو يبتدي بقى ينظم اوراقه، يعرف مين اللاعبين اللي يعتمد عليهم، يبص ان في كواليتي لاعبين ما ينفعش يخرج بره ارضيه الملعب زي اليو ديانج. ما ينفعش ان انت تنزل عليه كوكا وتنزل عليه بعض اللاعبين التانيين ان هم يلعبوا اساسيين عليه. ديانج لوحده زي ما بيقولوا كده، ديانج هو فرقه لوحده في نص الملعب هيبقى مميز جدا بالنسبه لك. طبعا مع عوده امام مع بن رمضان في نص الملعب انا متاكده باذن الله ان احنا نبقى شايفين مزيكا. ما افتكرش اخر مره النادي الاهلي خسر اول مباراه ليه في الدوري، ولكن ان شاء الله الفتره الجايه تبقى افضل بالنسبه للاعبين النادي الاهلي، تبقى افضل بالنسبه لخوسيه ريبيرو. بالنسبه للاعبين كمان لان حسيت ان معظم اللاعبين تحس فيه خمول كده، ما اعرفش ليه مع اننا لسه في بدايه الدوري. يعني ياسين مرعي زيزو دي اللاعبين كان عندهم حميه شويه، ما دون ذلك تحس ان اللاعبين لا، تحس ان هو قاعدين كانهم بقالهم مثلا في اخر الدوري، بقالك 10 سنين مثلا بتلعب ماتشات متواصله. لا، عايزين كده روح متجدده من اللاعبين، لان النادي الاهلي هو حامل اللقب ولازم يفضل هو حامل اللقب للبطوله المحببه بالنسبه له الدوري المصري. وحبيت اطلع النهارده اتكلم معاكم عن المباراه رغم ان انا كنت متنرفزه شويه من اللي حصل النهارده وان احنا فقدنا نقطتين في اولى المباريات، ولكن ان شاء الله الفتره الجايه هتبقى افضل للنادي الاهلي وهتبقى افضل بالنسبه للاعبين النادي الاهلي. ودي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه النهارده تكون عجبتكم. كانت معكم طه النجار، مع السلامه.